السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد أوقاتكم حبايبي المتابعين. نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عنا أخبار منوعة اليوم وكمشة أخبار رح نستعرضها معكم. في عنا أول خبر مع هاري كين. طبعا نادي بايرن ميونخ جدد الاهتمام باللاعب الإنجليزي، ويرى فيه المهاجم يعني اللي بده ينقذه الموسم اللي جاي بمركز قلب الهجوم. من ناحيته اللاعب يرى أن الفريق الألماني وجهة مناسبة بحسب المصادر. البايرن اتصل بمحيط اللاعب طبعا وأبدى رغبته وتجديد الرغبة. بنعرف أنه من فترة أسبوعين أو 3 أسابيع اهتم البايرن بهاري كين، بس بسبب دخول ريال مدريد على الصفقة يمكن البايرن حس أنه في مزايدة أو شيء. هلا ريال مدريد مركز على مبابي، فالبايرن مستغل الفرصة وداخل دخلة منيحة على اللاعب في أمل التعاقد معه. من ناحيته نادي توتنهام يطلب اللاعب المخضرم 100 مليون يورو. طبعا الكرة الآن بملعب البايرن، وخاصة أنه من فترة بردت الأخبار مثل ما قلت لكم، واليوم رجعت أكدت كل المصادر أنه الصفقة ماشية. وبيني وبينكم البايرن بأمس الحاجة لهيك مهاجم، خاصة انه ليروا ساني وساديو ماني ما قدموا الشي المنتظر منهم الموسم الماضي، وعانى البايرن كتير بخط الهجوم بإنهاء الهجمات وحتى بمساعدة الفريق بترجمة الأهداف أو مساعدة الأطراف. يعني بيعاني كتير البايرن بهذا المركز. طبعا بحسب الصحفي المعروف فابريزيو رومانو البايرن قدم عرض أولي بقيمة 70 مليون يورو. هل يقبل توتنهام بهذا المبلغ أم يصر على 100 مليون يورو؟ أم رغبة وأصرار هاري كين تلعب دور في انتقاله إلى البايرن؟ المشكلة إنه الكل منعرف إدارة توتنهام هوتسبيرز إدارة عنيدة وصعب التفاوض معها، وخاصة رئيس النادي ليفي. يعني بصراحة بينزعل على هيك مهاجم يضل مع توتنهام طول مسيرته بلا لقب، وبستغرب منه انه ما راح على فريق كبير بأوروبا ليحقق الأمجاد والبطولات مع الكبار. رح ننتقل لإيطاليا مع أخبار انتر ميلان وصيف بطل أوروبا. في أنباء بتقول انه ماركس تورام مهاجم بروسيا مونشين جلادباخ بحسم أمره وانتقاله للأنتر شبه رسميا. في أكثر من موقع نزل انه رسميا تم التعاقد معه. اللاعب الفرنسي ممتاز بدنيا وستايله ستايل الدوري الإيطالي بالقوة الجسمانية وأسلوب لعبه. رح نضل بإيطاليا لكن هاي المرة مع الغريم اي سي ميلان. النادي يبدي رغبته بالتعاقد مع لوفيتس تشيك بقيمة 15 مليون يورو. المفاوضات جارية الآن بين الناديين والصفقة قريبة من الحسم. يعني معلومات شحيحة عن هاي الخبر، بس بظن ميلان يعني قادر انه يحسم هاي الصفقة بتكلفة المعقولة. ننتقل الآن إلى إنجلترا وآخر أخبار الشياطين الحمر مانشستر يونايتد. النادي الإنجليزي يقدم عرض جديد بقيمة 55 جنيه استرليني للاعب ميسين ماونت، وكل الأخبار تشير أن الصفقة مسألة وقت لا أكثر، خاصة أن نعرف نادي تشيلسي اللي بيلعب فيه ميسي ماونت عم يعمل حملة تنظيف للاعبين الكتيرين كتير عنده، يعني فوق 36 لاعب عنده، وعم يعمل تنظيفة كبيرة للنادي. ننتقل إلى أخبار ديكلان رايس. يعني في خناقة قوية بين أرسنال والسيتي، بين بيب وأرتيتا لخطف اللاعب. أرسنال قدم أول عرض وتاني عرض، أما العرض الثالث فمين قدمه السيتي اللي هو 90 مليون يورو. ونادي ويست هام رجع رفض عرضين الأرسنال وعرض السيتي. يعني
مثل نادي ويست هام عم يقول انه تحت المليون 100 مليون يورو ما بيتفاوض مع حدا. طبعا السيتي مع بيب جوارديولا مترصد ومترقب للصفقة لتعويض إيكاي غوندوغان المنتقل إلى برشلونة الإسباني ليعوض مركزه ويكون شريك في الوسط للاعب دي بروين. رح نبقى مع السيتي الوحش. السيتي فعلا السيتي وحش بلعبه بانتقالاته بانتقائه للاعبين، فعلا وحش السيتي. آخر الأخبار بتقول إنه اللاعب جفارديول لاعب لايبزيغ الألماني السيتي قدم عرض ب100 مليون يورو والصفقة شبه محسومة، مسألة وقت لا أكثر. يعني ما أحلاك يا لايبزيغ يجيك 100 مليون يورو وتقول لا للسيتي. آخر الأخبار معنا اليوم من نادي الكتالوني برشلونة. بروزوفيتش لاعب الكرواتي من بعد ما كل المصادر أكدت انتقاله إلى الدوري السعودي، آخر المستجدات بتقول البرشا يكثف من اتصالاته باللاعب ويقنعه بالبقاء في أوروبا واللعب على مستوى عالي. هلأ يلي بخلينا نتساءل ليه لحد الآن اللاعب ما وافق على انتقاله للسعودية، إنه عن جد عم يفكر بعرض برشلونة، وكتير أخبار انتشرت إنه تشافي اتصل باللاعب وبدأ يقنعه شيئا فشيئا بالانتقال لبرشلونة وأن يكون المعوض الأساسي الأول لسيرجيو بوسكيز محور الأرض. هلا اللاعب أكيد الأمر بإيده، الأنتر ما عنده مشكلة، يعني مين بيدفع 15 مليون يورو بشيل. الدوري السعودي برشلونة ما عنده مشكلة أبدا. هلا هون اللاعب بإيده، هو اللي بيختار، يا بيروح للدوري السعودي يا بيروح لبرشلونة وبكمل مسيرته في أوروبا سنة أو سنتين وبعدين بروح للدوري السعودي. طبعا هيك أحبائي خلصت أخبارنا لليوم، يعني هي أكتر الأخبار المتداولة على المواقع. بتمنى يكون انبسطتوا بالحلقة هاي، وأكيد بنشوفكم بحلقات قادمة. لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك، ونختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.